بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواننا. اليوم راح اشرح لكم طريقة سحب الدم، يعني طريقة سريعة ومختصرة، وان شاء الله الكل راح يستفاد منها، لان ايش قد يعني ينشرون على مواقع التواصل يوتيوب وهاي الشغلات ما ينطيك المعلومة يعني بصورة كاملة يعني بحيث تستفاد منها. فأنا راح انطيك شيء مختصر ومفيد. اتمنى من الكل يشوف هذا الفيديو يخلي لي لايك حلو وتعليق بعد احلى. حتى لا اطول عليكم الفيديو، راح نبدي قبل بالموضوع. خل استريح المتبرع مالتنا اليوم، الدونر مالتنا المتبرع صاحبي. اول شيء من تريد تسحب دم راح تخلي المريض يقعد، رجل او امرأة. دائما حاول تختار اليد اليمنى، لا تختار اليد اليسرى. حاول دائما تختار اليد اليمنى. ليش؟ لان الايد اليمنى يعني اكثر اغلب الناس 70 80% من الناس يمناويين. فاليد اليمنى دائما اللي يصير العمل بيها يصير الوريد مالتها الفين اوضح. دائما اليمنى اوضح كرجل او امراه، الا في حالات نادره. يعني مثلا اللي اكو يعني حالات لكل قاعده شواذ انه باليد اليمنى ماكو الوريد او ديب غير واضح، تشوف الايد اليسرى. انت اول شيء شوف اليمنى، اذا ما لقيت باليمنى شوف اليسرى، اذا ماكو باليسرى تشوف كف الايد منه. فهسه راح اشرح لكم بصوره تفصيليه. الزمني والله الموبايل. ابقى هيك. هاي الايد هسه اختارين الايد اليمنى. اول شغله مكان الوريد، عندنا ثلاث اماكن للوريد. عندنا وسط الايد، هنا بالوسط يصير وريد، وعندنا هنا هم يصير الوريد على ايدك اليمنى وبالوسط، ومن تفر ايدك هنا هم اكو وريد هنا بالصفحه. يعني ثلاث اماكن. هاي الاورده العضديه بالوسط وباليمين وهنا باليسار. شويه من تفر الايد تلقى هنا، واكو وريد هنا سبير احتياط موجود هنا عند كل الناس. اذا ما لقيت بتشف بكل الاماكن تسحب من هذا الوريد. فانت تختار الايد اليمنى. اللهم اجعلنا ان شاء الله من اهل اليمين لان احنا مسلمين. فاول شيء شو نسوي؟ طلعنا ايد المريض، نحضر العده مالتنا. هاي العده مالتنا، السرنجة والتورنيكا. السرنجة من تفتحها تشدها شدة قوية، لأن هي السرنجة من الشركة ما مجدودة زين. لأن إذا ما مجدودة زين من تخليها يا أما تسحب هوا السرنجة وتقوم ما تسحب دم، يا أما تملص يبقى بس النيدل بيد البيشن بيد المريض. فأنت تشد شوية النيدل وتفرغها من الهواء. هي مو انه تفرغها من الهواء، لان هي تجي شويه بيها فراغ السرنجة. فانت هسه تكون هيك واضحة، تسدها للاخير. نجي تستخدم تورنيكا. اذا ما عندك تورنيكا الصوندا او هاي التورنيكا، اذا ما عندك لا هاي ولا هاي تشف هذا المطاطي مال العمليات الجلوفز تشد بيها. اذا ما عندك اي شيء عادي، حتى يقدر المريض هو يلزم ايده هو منه. نجي نشد الايد من هاي المكان بهاي المنطقة مضبوط. هيك تشد الايد شدة زينة قوية. هيك تجيب لي تخلي المريض يفتح ويسد كف ايده. لا ثبت انت هذا هيك. انا راح تخليه يفتح ويسد ايده شويه. هيك افتح وسد ايدك فد ثلاث اربع مرات، وبعدين تخليه يبقى ساد ايده. هيك سد ايدك، ابقى ساد ايدك، ابقى ساد ايدك حتى شني الوريد يبرز. الوريد شوفوا عندنا هذا الوريد قلت لكم عليه، ابقى ساد ايدك. هذا باليمين وهذا بالوسط. شوفوا هذا باليمين وهذا بالوسط، هذا اذا تفر الايد هذا وريد. اوكي هسه شفنا هاي زين. شنو الفائدة من شدة الايد للتورنيكا؟ هاي التورنيكا ليش نشدها؟ اول شغلة هم يقولوا لك حتى الوريد يتنق، صحيح. اول شيء انت من تشد الايد من هنا، شلون نقول الصوندا مال المي، من تصغر المسافة مال الصوندا من تدوسها جريان المي يكون سريع بالصوندا. فانت من راح تشد الايد جريان الدم بالوريد راح يكون سريع، فراح يمتلي الوريد يتنق. هاي واحد. اثنين، جريان الدم بالوريد راح يكون سريع. يعني من تخلي النيدل السرنجة راح السرنجة من تسحب دم يجي سريع بصورة سريعة. والشغلة الثالثة اعتقد ما حد ذاكرها، الايد من تشدها بالتورنيكا الايد تخدر شوية بحيث المريض ما يسحب، ما يحس بالتشكة. المريض ما راح يحس بالتشكة. مو مثل بعض اكو بعض فحوصات انه
لازم تسحب بدون تورنيكة مثل الكالسيوم. فمن تشك الوريد راح المريض يحس بالتشكة، يقول توجعني، بس بالشدة المريض يعني شوي ايده راح تتخدر ما يحس بيها. هسه راح نسحب، نجيب القطنة، وكل يعني كل سحب له طريقة. يعني سحبة منا طريقة، سحبة تشف الإيد منا لها طريقة، سحبة من تسحب للطفل لها طريقة، السحب من الوريد الشعيري لها طريقة. بس أنا راح أشرح لكم الطريقة الدارجة. يعني أنت 70-80% من تسحب للناس بيها. يعني أنت من كل 10 أطفال راح يجيك، من كل 10 بيشنات راح يجيك طفل أو طفلين، من كل 10 مرضى يجوز يجيك واحد بس. قرب لي الكاميرا، يجيك يجوز واحد بس وريد شعيري. بس ها هي الطريقة الدارجة. تجيب القطنة شوية بها معقم، شديت النيدل ما راح يبين هالقد بالصورة. الشطر تخليه لي فوق، ما يبين زين. الشطر تخليه لي فوق. اوكي. تعدل ايد المريض، عدل لي الكاميرا. السحب لا ويا الجلد تخلي السرنجة ولا بصورة هيجي عادي، بزاوية نقول هيجي 45 درجة. تشك الوريد، طلعت شوية دم لان صار له هواي مشدود الايد، وتسحب على كيفك، تسحب على كيفك. شوف، تخلي ايدك عادي. اكو يسحب بيد وحده، اكو يسحب بيدتين، انا هيجي اسحب. هاي مجرد بس هيجي، يعني ما تدوس عليها قوي، عادي وكانه قاعد اسحب بايد وحده. سحبنا دم، راح اترسها للسرنجة هيك، لان هذا المتبرع مالتي مدخن، فراح اترس له السرنجة. اها انترست السرنجة. تخلي القطنة بس ما تدوس عليها قوي، دوسة خفيفة، ترجع تسحبها على كيفك وتدوس قوي، وتفتح التورنيكة. فتحنا التورنيكة، وتقول للمريض دوس عليها، دوس عليها، دوس على القطنة. تخليه يدوس عليها لمدة دقيقة تقريبا. هاي السرنجة ترسل الدم. وطريقة السحب، طريقة السحب بهاي، ايدك ثابتة، هذا الاصبع ثابت، تسحب هيج على كيفك. وعاد هذا الدم انت شوف، تشيل النيدل، تكون حذر، لان اذا تنشك بالنيدل لا سمح الله، اذا المريض بي يعني فد مرض او شي ينتقل عليك، فتكون حذر شوية من تستخدم السرنجة. وهسه راح تقول ليش ما لابس جفوف وجلفز؟ لان المتبرع يعني صديقي، ما يحتاج البس جف. عاد الدم مالتك انت شوف، تريد تخليه بالجيل تيوب، بالاي دي تي اي تيوب، بالصوديوم ستريت تيوب، بانل تيوب، كان تيوب، انت شوف ايش تريد تشتغل تستخدمه. وتخلي النيدل بالسيفتي بوكس، هذا النيدل اللي تفتحه وتخليه بالسيفتي بوكس. واتمنى هذا الفيديو يكون صدقة واجر الي، الكل واحد يشاهد هذا الفيديو يستفاد منه. واكو بعض غير طرق، يعني مثلا قلت لكم طفل طريقة السحب تختلف، الوريد الشعيري طريقة السحب مالتها هم تختلف منها، من تشف الايد الطريقة تختلف، كل وحدة وطريقة. بس هاي الطريقة يعني الدارجة اللي انت تقدر تسحب بيها لمعظم الناس غالبية. يعني من كل 10 مرضى يجوز يجيك طفلين، او من كل 10 مرضى يجيك واحد بس وريد شعيري. واذا انتم تريدون تتعلمون باقي الطرق قولوا لي بالتعليقات، اشرح لكم مثلا شلون تسحب من الطفل، شلون تسحب من الوريد الشعيري، شلون تسحب من كف الايد، شلون تسحب بس بالنيدل، يعني بس بهذا النيدل، تخلي بس النيدل وتخلي التيوب جوا. وان شاء الله ما اقصر وياكم، وتحياتي اخواننا لكم، ومع السلامة.